فرصة للأهلي، فشل مفاوضات عمر السومة مع ناديه لتجديد تعاقده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة وفيديو جديد. يبدو أن مفاوضات السوري عمر السومة وناديه الأهلي السعودي من أجل إقناعه بتجديد عقده والبقاء مع الفريق السعودي لمواسم مقبلة في طريقها للفشل، وذلك بسبب عدم توصل الطرفين لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو من عام 2021، والمقابل المادي نظير استمراره بين صفوف أهلي جدة بداية معاناة النادي من أزمة اقتصادية أعقبت تفشي فيروس كورونا المستجد ويوقف النشاط الرياضي لعدة أشهر، ما بدوره سيضع حاجزا أمام تلبية مطالبه المادية للموافقة على البقاء وعدم الاستماع للعرض المقدم لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وينتظر عمر السومة الدخول في الفترة القانونية التي تسمح له بالاتصال مع أي من الأندية التي أعلنت رغبتها في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم والمقررة في يناير المقادم من عام 2021 بعد فشل الأهلي السعودي في التوصل لاتفاق مرضي مع اللاعب السوري من أجل الحفاظ على خدماته لمواسم بعيدة بحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية. فرصة جديدة لعمر السومة للانضمام للأهلي. فشل الأهلي السعودي في الاحتفاظ بالسومة سيمهد الطريق من جديد أمام النادي الأهلي المصري من أجل الانطلاق نحو لاعب منتخب سوريا من جديد وتقديم عرض رسمي لضمه باعتباره أحد الأهداف التي طرحت على طاولة القلعة الحمراء في الفترة الماضية قبل أن تفشل المحاولات بسبب تمسك الأهلي الجداوي والمغالاة في المقابل المادي للصفقة. يشار إلى أن عمر السومة أبدى ترحيبا بالانضمام للأهلي وفي وقت سابق، ما بدوره سيساهم في تسهيل عملية انتقاله للنادي الأهلي الذي يبحث عن تدعيمات على المستوى الهجومي بناء على طلب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال انتقالات يناير القادم. فهل تنجح هذه الصفقة؟ ما تنساش لايك الفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.